طبيعي يكسب الاهلي طبيعي يكسب انما اللي مش طبيعي ان الزمالك يخسر. في الفتره الاخيره كان في مشاكل عند الاهلي قدر ما خلاص بقى تجاوزها بعد ماتش الزمالك. ببص النهارده اللعيبه استرجلت في الملعب، كسبت، خلصت الجيم، خلاص الموضوع انتهت الفرصه، واخد بالك. انما على النقيض الناحيه الثانيه لا، ده حاجه لا تسر عدو ولا حبيب بجد. تشكيل زي الزفت، وجاي النهارده بعد مباراه مثلا المفروض يصالح بيها جماهير الزمالك ومجلس ادارته، ويصالح الناس اللي هي عماله تقول البروف راح يلعب ب3 مساكين، ورجع برضه يحط لي عمر جابر، ورجع يحط لي بعد كده ينزل دونجا. حاجات انت عارف، غرائب وطرائف، او عك وربك يفك، او سمك لبن تمر هندي. بتشوف العجب مع الراجل ده. وانا بقى والله انا زعلان ان هو مشي. انا كنت عايزه يكمل عشان ياخد افريقيا كمان معاه بالمره. طب ده مش في مصلحه نادي الزمالك يا كابتن؟ ما بص، ده لغايه دلوقتي ده وانا داخل في ناس بتكلمني بتقول لي لا، اللعيبه عامله عليه مؤامره ومجلس الاداره عامل عليه مؤامره. هو خلي بالك برضه يا كابتن، علامه استفهام. ايه الاداء بالمنظر ده بيتحول؟ الاداء مش انا اسمع الاداء ما تحسنش، بس هي كانت قلت لك من السنه اللي فاتت المكنه مطلعه قماش. انت جيت في ماتش المحله السنه اللي فاتت عواد شال 6 انفرادات يا جدعان. في ماتش سيراميكا عمل تغييرات لما هو اتدخل بين التايمين، كسبان 3-0، سيراميكا جاب الجونين ومضيعه 4 في العارضه، وعواد نجم المباراه والونش. يعني اذا الموضوع قديم، بس الناس عشان كان بيكسب خلاص. ومن يوم ما قلع الترنج الرصاصي ده، وهو كانت سنه تطقيه، قلعوا من هنا والدنيا اسودت في وشه من هنا. تفاؤل يعني قصدك؟ طبعا. ما انت هات السنه اللي فاتت كده ما غيروش. يعني السبب الترنج؟ بدا بيفهم. يعني الزمالك كان بيكسب بالترنج؟ لا، هو محظوظ بكده، هو كان محظوظ بكده يعني. كابتن الله انت عليك شويه حاجات. مش انا بكلمك بجد. يعني كان في حد بيقول لك ان هو بيلبس ترنج ده عشان هو انا اللي بقول يكسب. انت هات ماتشات السنه اللي فاتت واول السنه دي كان مستلم الترنج ده بس. ايه؟ يمكن الترنج ده الوحيد اللي مستلمه من نادي الزمالك. يعني ما عرقش فيه. يعني دخل علينا صيف برضه كان بيلبسه في الصيف، مش فاكر ولا ايه؟ صح واخد بالك؟ صح. ومن يوم ما قلع وخلاص ولبس الكحلي وبقت سنته كحلي. واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه، انت المفروض فين شخصيه لعيبه نادي الزمالك واسلوب نادي الزمالك وشكل نادي. انت ما بتهاجمش يا فاروق. انا بكلمك بجد. اي مدرب، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، وقلت الكلام ده السنه اللي فاتت مع اسلام، قلت له مش هيكمل الدوري. انت قاري الموضوع كده. ايوه يا عم، مفيش اداء. بص، هي الفرقه بتحلو ايه؟ من ماتش لماتش بتعلى بدنيا وفنيا وتكتيكيا وايجابيا على الجون، وان انت بتروح للجون. انت في ماتش الاهلي رحت للجون؟ لا، الزمالك ما راحش خالص. الماتش اللي قبليه رحت للجون؟ يمكن النهارده بس عشان المحله جاب الجونين بدري ورجعت عملت ديفنس. فكله برضه ما فيش حاجه صعبه بين الثلاث خشبات غير الكره بتاعت مصطفى شلبي. صح؟ دي اللي هو طلعها الجول. بعد كده كل حاجات من فوق العارضه، من جنب العارضه، بعيد عن العارضه، كروس ويعدي، واخد بالك، وضربه الجزاء. الزمالك عنده عقم. اللي مخلي الزمالك عنده عقم هو ان متمسك باثنين لعيبه مبوظين له اللعب. المسلوسي اللي هم المفروض يبقوا مفاتيح لعب، وعمر جابر ده، وكمان قام جاي ضايف عليهم كمان دونجا، اللي جمهور الزمالك عمال يقول لك ايه، دونجا عوض لنا طارق حامد. ده احسن صفقه. احسن صفقه ايه يا جدعان؟ احسن صفقه ازاي؟ ده الراجل بيلعب لورا. يعني احنا مشينا التاني عشان كان بيلعب لورا، انتوا جبتوا ده يكمل المسيره. طب ما تبصوا على توريه، بصوا على يا راجل، ده عمرو السيسي لما بيلعب الراجل في الدقيقه 60 او 61 يطلعه. طب النهارده مثلا في التغيير خسران 2-0، قعد لغايه اخر 10 دقائق، وبعدين افتكر ان هو غير واحد من الثلاثه اللي هم اصلا مفتوحين ورا، مفتوحين، وكل واحد بيلعب بمزاجه، وما قامش حتى زعل اي حد فيهم. الهدفين اللي جم اصلا كابتن حاجه يعني مش. طب لو انت الاثنين واقفين كبير خط دفاعه كده، لا. طب لو انت الاثنين، اصل بص 3 بيتكلوا على بعض. يعني بص النهارده، بس المسلوسي ما كانش موجود النهارده. مين؟ المسلوسي. عشان كده هياخد 0 برضه. هو بره. يعني قصدي يعني المسلوسي ما تحملوش النهارده بقى الراجل. يا حبيبي، ما عمر جابر بيلعب، وبالتالي في مشكله اصلا.